أديت بعد صلاة الجمعة اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض. وتقدم المصلين صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير فهد بن مشاري بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام لمصلحة الإرصاد وحماية البيئة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز محافظ الخرج، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، وأصحاب السمو الملكي الأمراء إخوان الفقيد فيصل ومنصور ونايف وطلال وسلمان وأحمد وسطام وعبد العزيز وحمود ومشاري وسيف الدين وجلوي وسيف الإسلام وعبد الملك ونهار والمعتصم ويوسف. كما أدى الصلاة التي أمها سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أبناء الفقيد أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل وممدوح وسعود وفهد، وأصحاب السمو الملكي الأمراء تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جنته.